عمرك سألت نفسك انت ليه بتذاكر كتير ولما تيجي تدخل الامتحان تلاقي نفسك ناسي كل حاجة انت مذاكرها؟ طب هل سألت نفسك ليه رغم المذاكرة الكتير مفيش نتيجة وغيرك بيذاكر أقل ودرجاته أفضل منك؟ المشكلة مش في ذكائك ولا في قدراتك العقلية، المشكلة بجد انك مش عارف تستغل دماغك وتتعلم صح. وبعد كده تلاقي وقت الامتحان قرب وانت عندك مذاكرة كتير ومضغوط ومتوتر وخايف من التراكمات اللي عليك، واسأل دايما في دماغك انا بعمل اللي عليا والنتيجة مش على قد التعب. بس اطمن، عندي طريقة تعلم من مستواك في المذاكرة وتخليك تذاكر بذكاء وتفهم اكتر وتدخل الامتحان وانت مطمن وواثق من نفسك كمان. كورس التعلم الفعال معمول مخصوص علشان تتعلم فيه ازاي الدماغ بيشتغل وقت المذاكرة، وازاي تذاكر في وقت اقل وبتركيز اعلى، وازاي تدخل الامتحان وانت متحكم في اعصابك. وفي نهاية الفيديو حابب اقول لك كام حاجة. الكورس ده مش هيخليك اشطر، الكورس ده هيخليك اذكى في المذاكرة، بشرط لو طبقت اللي فيه صح. مش بس درجاتك هتتحسن، تفكيرك كله هيتغير. وخليك فاكر ان اللي بينجح مش الاذكى، اللي بينجح هو اللي عرف ازاي يتعلم صح. وبس كده.